بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. هنعمل النهاردة شميز. احاول اجيب لكم صورة للموديل زي اللي احنا عايزينه او عاملينه، وهندخل عليه قماش تطعيم بلون تاني. كان هيتعمل اللون ده بس ما لقيناش، فهنعمله اللون ده. طبعا اللي بينفع مع القماش ده القماش الميلتون، يعني ممكن تدخلي مع القماش ده خامة الميلتون، عشان بيبقى من الظهر بتاعها بتبقى فيه وبرة زي دي بالظبط. او في نوع تاني اللي هو ممكن من نفس النوع ده الصوف ممكن يتعمل. بس احنا هنا دخلنا اللون ده اهو، بس ده السويدي او اللي هو الشمواه. الشموع اهو، وفي مطه برضو هو ايه شغال برضو تمام. فهنبتدي، بس قبل ما نبتدي في كلمتين عايزه اقولهم. عايزه كل واحده جاي لها القماش ده عايزه تعمله وكده لازم تسال عشان ما تقعش في الغلطه. انا ما الحمد لله ما وقعتش فيها، بس في ناس سالتني وكده. لا يعني انا سالت صاحبه القماشه دي انت عايزاه على الوش انه وش ولا ظهر؟ والله اتصلت مخصوص عشان تقولي انا ما فهمتش ايه يعني ايه انه وش ولا في وش وظهر والكلام ده. قلت لها لا، القماشه دي يا جماعه بتشتغل على الوش ده وبتشتغل على الوش ده، يعني حسب كل واحد عايزه ايه. يعني في ناس تقول لك لا انا عايزه الوبره دي وانا لابساها تبقى هي من جوه عشان تديني دفء اكتر، وفي ناس بتبقى عايزه ده. فانت لازم تسالي صاحبه الموديل عايزه انهي وش على القماشه، عشان ما تقعيش في الغلطه ان انت بعد ما تعمليه تضطر ان انت تفكيه خالص وتعدلي، والا اذا كان بقى في شق جيب او حاجه زي كده، فما ينفعش ان انت خلاص طالما شقيتي ان انت تفكي الجيب وتنسليه. فكان لازم اقول لكم كده الاول كنصيحه يعني تمام. انا هنا بقى هعمل ده هو الوش ده، طوله مترين، العرض بتاعه 150. احنا هنا بعد ما طبقناه وعملنا مسافة المرض نبتدي ناخد مقاساتنا ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي كده نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوناش بدعوة حلوة ان شاء الله. وان شاء الله باذن واحد احد الفترة الجاية استنوني بفيديوهات ملهاش دعوه بالخياطه خالص، بس حاجه كويسه وحاجه حلوه وكل يتمناها. بس هنرجع تاني ان شاء الله للخياطه، بس انا بقول لكم الفتره الجايه دي هتبقى كام فيديو كده هو مالهمش دعوه بالخياطه خالص ان شاء الله باذن الله. انا هنا بعد ما طبقت اشوف طول الفستان طول الشميز قد ايه. احنا عايزينه هنا 1 متر وخمسة. وانتوا عارفين لما بقيس بعمل اتجاه الرقبة او الكتف بيبقى من اتجاه بقية القماش، وطرف القماش يبقى هو الديل بتاع الشميز. بعد ما حددنا الطول بناخد نص عرض الكتف اللي هو 20 زائد 3 سنتي المرد. ال3 سنتي دول هيزيدوا مع كل مقاس احنا بناخده. بعد كده بنزل ال3 سنتي، وبعد كده ننزل حارة الجيرو عندنا 22، وده هيبقى الخط ده بتاع ايه؟ بتاع الصدر. بنقيس هنا الصدر كان عندنا 31، وهنزود 3 سنتي بتوع ايه؟ بتوع المرض. الحته بقى دي انا عايزه اشرحها عشان في متابعه من المتابعين بتوعي حبت تقول لي في فيديو بتاع الفستان السواريه اللي هو للبادينات، بتقول لي حاره الجيرو تتعمل ازاي، بتنزل على اساس ايه. بصي يا ستي، انا شرحت لها برضك، بس انا بحاول برضك للناس اللي هي لسه ما تعرفش حاره الجيرو بتنزل على اساس ايه. احنا هنا بعد ما بناخد نص عرض الكتف وبننزل 3 سنتي، ونمد الخط اللي هنا ايه من بعد ما ناخد 8 سنتي بتوع حرة الرقبة تمام. بس في حالة هنا احنا هناخد 10 سنتي او 11 سنتي عشان 3 سنتي بتوع المرض تمام. انا هنا بنزل هنا على اساس ايه؟ بنزل لو عايزاها كمقياس يعني كمقاس بالسنتي، هي ما بتزيدش عن 25 وما بتقلش عن 20 في الكاجوال. بس بتحسب ازاي؟ حسب ما انت شايفه الجسم اللي قدامك ايه. الجسم اللي قدامك واحده صدرها عالي، واحده مليانه، واحده عندها دراعات مليانه، بيبقى حسب. غير الواحده لما تكون رفيعه وغير كده غير لما تكون واحده
انا مليانه، بس انا بحب الحاجه ماسكه على دراعي او على جسمي. واحده مثلا رفيعه بس بتحب الحاجه واسعه. فهي دي مش حاجه اساسيه. اللي انا بعمله مش حاجه اساسيه. يعني انا هنا عاملاها دي على 22. نازله هنا على 22. بتنزلي هنا على ايه؟ بتقيسي ربع دوران الصدر، بتقيسيه. وبعد كده بتنزلي من النقطه بتاعت ال3 سم دي، بتنزلي خط عمودي. خط عمودي. خلاص احنا ايه عرفنا هننزل قد ايه. بنطلع من هنا 2 سم او 3 سم اهي، وتعملي علامة. العلامة اللي هي من الزاوية القايمة دي، بتعملي بقى الدوران عليها كده اهي، بالمنظر ده كده بتعملي الدوران. التعديلات بقى اللي احنا بنعملها دي ملهاش دعوة. انت بتعملي الدوران كده بقى. عايزة تخشي اللي هنا عشان ده الامام، بتدخلي لجوه كده زي ما انت شايفة اهي. نص المسافة دي بتدخلي لجوه هنا سنتي ونص، بتمشيها مع الدوران بتاع ال2 سم او 3 سم احنا خدناها في الزاوية القايمة دي. بتاخدها دوران على ما فيش عند الكتف، على ما فيش عند الكتف. ماشي. انا حبيت بس اوضح لكم الحتة دي عشان المتابعة اللي هي قالت لي انا مش فاهمة حارة الجيرو وعلى اساس ايه والكلام ده. تمام. طبعا الكلام خدنا، وان انا ما كنتش محدده حاره الرقبه وميل الكتف ان انا اعملهم. يعني عامله الكتف بس مش محدده هي ميل الكتف اهو، وده حاره الرقبه. تمام. في خطوه بقى دلوقتي ان انا هزودها عليكم تاني، بس هوريها لكم لما يجي وقتها. تمام. باخد هنا طول الوسط، وبعد كده هو طول الجناب. طول الوسط عندنا كان 45، وبننزل منه 20 سنتي عشان صاحبة الموديل دون طولها كويس. فبننزل منه، بنعمل النقط اللي احنا بنعملها بنوصلها ببعض. يعني نقطة الصدر بنقطة الوسط، وبعد كده بحدد دوران اكبر حجم، وبنزل برضو الخط كده عليه. بننزل بقى خط دغري لتحت. عايزه توسعي براحتك، عايزه يبقى على من عند خط الجناب وسعه لحد تحت دغري براحتك خالص. بننزل هنا من الديل من الجنب كده، بنطلع 10 15 سنتي او زي ما انت عايزه الفتحه تبقى كبيره علي زي ما انت عايزه. وبعد كده بنديها بدوران بسيطه كده على الطرف اللي هو اتجاه ايه، لاتجاه المرض. هنا بقى في ايه، انا من عند الكتف هنا الشميز ساقط شويه، فانا بزود 5 سنتي كده، وبرده كعمل نفس الدوران. بس بدل ما بنزل هنا ال3 سنتي، بعلى لفوق كده سنتي اللي هو ميل الكتف، بعلى تبقى سنتي و2 سنتي، وبعمل نفس الدوران ده كده بالتساوي. بعد كده خلصنا، بعد كده هنقص بقى. عايزه بس اوضح لكم كده وانا بقص اللي طول حاره الجيرو زي ما انا مش شرحتها لكم، بس في حته انا كاتباها لكم على الشاشه ان في ناس بتعملها نص طول الوسط، ويبقى هو دون حاره الجيرو اللي هي طول حرز الجيرو. يعني طول الوسط من عند الكتف لحد الوسط بيقسموه بالنص، وساعات بينقصوا واحد او يزودوا واحد، كل واحد وليه طريقه. بس هي كلها يعني زي ما يكون ايه، كلها شوارع بتنفذ على بعض. فدي كل واحد وطريقته. بس انا عشان كنت لما بسجل ببقى مندمجه قوي في الشرح وانا قدام التليفون اللي بصور، فالحته دي اساسيه برضو. يعني مش حاجة أنا بس بعملها، كل حالة قدامي أو كل شخص قدامي بيجي بعمله موديل بيبقى ليه حسابات مختلفة عن التاني. مش ماسكة على حاجة أساسية إن أنا ده هي 22 يبقى هو 22، 23 يبقى 23. لأ، ممكن يكون هي جسمها عايز يستدعي ان انا انزل 22، بس هي مثلا حابه الحاجه تبقى ضيقه او حابه الحاجه تبقى واسعه. فانا قلت اوضح لكم بس. تمام. انا قصيت كده بقى، واجي اعمل ايه الطريقه اللي انا بقول لكم عليها الايد ورجل اللي بتنفع وبتوفر لي في القماش كده اهو. بعد ما قصينا الامام باخده كباترون للخلف، واجي يعني اخلي القماش على القد. ازاي؟ ان انا ممكن لو القماش قليل بزحزح لتحت لحد ما تيجي المسافات واحده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. انا بقص عليه، بس طبعا بطلع ال3 سنتي بره زي ما انتوا شايفين بتوع المرض، وبعمل كده الحرة عشان ما تنسوش. عشان انا شخصيا عملتها قبل كده، ان انا حردت على الامام،
بس ما كانتش مشكله قوي، والحمد لله عالجتها وكده. تمام. كنت لسه اول ما حردت رحت انا طولت لتحت وقصرت من الكتاف، وطولت برضو في حاره الجيرو. يعني كل حاجه لها علاج. طول ما انت فاهمه انت بتعملي ايه ان شاء الله هتصلحي اي حاجه بتعمليها. انا كده اهو قصيت الاتنين على بعض. اجي بقى اشيل الخلف، واجي اعمل التعديلات بتاعتي من الامام اللي هو الكتف. وطبعا انا عامله حاره الرقبه. الكم 60، واحنا منزلين 5 سنتي. يبقى 55 او 56، واسوره فيها 5 سنتي كمان، يعني هنا ممكن تبقى 50 سنتي الكم. هنعمل ازاي كده؟ هنستغل القصر ده في الترومبه بتاعت الكم، بس هنقيس من هنا الاول 50 سنتي او خليها 55 سنتي لو هي جايبه اهي. 55 سنتي اهي ماشي. خليها زي ما هي كده، لما تبقى كبيره احسن. ودي 24، والتانية احنا عاملينها 22 تربة الكم. طبعا الاتنين سنتي اللي بقولكوا عليهم دول اساسي، بنزودهم على طول حالة الجيرو عشان نعمل وسع الكم. كده احنا بنحرد الكم اهو من واسع لضيق. ولو حسيت طبعا انا سايبه طول في زياده في طول الكم، فلو الحرده طلعت مثلا عميقه شويه او مطوله شويه ممكن اظبطها عادي. احنا هنا بقى ايه؟ نيجي للزونت. الزونت ده احنا زي ما انتوا عارفين بنعملها بمقاسات كل واحد حسب ما هو عايز، بس احنا الطول بتاعها والوسع من عند الراس براحتكم خالص، لكن الوسع اللي عند الرقبه دون بتتحسب على قد وسع حردة الرقبه الاماميه والخلفيه، وبتزودي عليها التانية بتاعت اللي هي بتتني من على الحرف بتاع الزونت. تمام. فانا عاملاها كده ايه، هي طول القماشه دي نص متر، فانا عاملاها بطول النص متر وكده، يعني عقبال ما تتخيط وكده تبقى ايه بتاع 45 سنتي. والوسع ده انا عاملاها 40 او 35 في حدود كده، يعني ما تزيدش وما تقلش عشان لسه هتني. تمام. فاهي التانية دي هتبقى كده بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين. باخد بقى هنا دوران، ده دوران من عند الراس فوق، وده دوران اللي هو نازل على مفيش كده، اللي هي عند حارة الرقبة الخلفية بنعليها لفوق شوية زي ما انتوا شايفين كده. وانا عملتها كذا مرة في ايه، في اكتر من فيديو. تمام. انا بعمل اهو هقصها، بس انا هسيبه مفتوح من ورا عشان هقول لكم ليه دلوقتي. فاضل دلوقتي انا هعمل فيه جيب هي طالباه معين، اللي هو لاتش كده بزاويه وعليه حرف من الساده ده، فانا هعمله دون بمقاسات بتاعتي انا. يعني انت عايزه تعمليها واسع ضيق براحتك. انا عاملاها في حدود كده 25 سنتي طول، ومن فوق الحرف اللي فوق ده هيبقى مثلا في حدود 15 سنتي، لكن من تحت هتبقى عرض، لان هي المفروض لو 20 سنتي هتعملي حته قماشه مربعه 20 سنتي في 20 سنتي، وبعد كده انت تقسمي من جوه التقسيمات اللي انا بعملها دي كده. باخد على قد 4 صوابع اللي هي الجيب، هيبقى من تحت اهو، ومن فوق الحته اللي بقولكوا عليها بتاع 15 او 15 ولسه هيتاخد منها التانية بتاعتها شويه. وهعمل لها برضو كشفه هتشوفوها في اخر الفيديو، وانا حطاها على الشميز، بس ملزقاها بدبابيس لغايه لما هي تيجي تقول عايزاها في مكانها فين بالظبط. تمام. دلوقتي بقى احنا جينا للخياطه وبنعمل كده الزونت على الوش، يعني الخياطه دي على الوش يا جماعه ماشي. ليه؟ ولو انتوا شايفين انا عاملاها مفيش ملي من الحرف، انا مخيطها ليه؟ عشان انا مش عايزه اوفر يبان منها، لان انا عملتها قبل كده ليها حاجه اوفر باينه واشتكت منها. فانا هعملها ايه، بيقولوا عليها الخياطه المدفونه او الخياطه الفرنساوي او ايا كان مسماها. انا عايزه اعملها الطريقه دي افضل. فانا بعد ما
عملت الخيط الاولانيه بقلبه بقى كده على الظهر، واروح مدياه خياطه اوسع شويه تغطي المسافه اللي انا مخيطاها، وادي خياطه بقى بنته لتحت خالص، خياطه عيره عند الجزء اللي هو مقفول ده مش مفتوح، اللي انا قلت لكم عليه انا عايزاه مقفول وكده اهو. هو المفروض بقى في خطوه دلوقتي ان انا قبل ما اعمل اتني المرد كده، ان انا المفروض كنت اديها بنطه كده للزونت، اثبت بها الحته الشفه اللي هي طالعه، بس انا هعملها بعد ما اركبها. فانت عايزه تعمليها قبل، وده اسهل لك قبل ما تركبيه، وده اسهل لك. تمام. هنا بقى بنعمل ايه المرد، بنديله شيمه. طبعا انا عامله العلامات بتاعتي فرد في الطرف وفرد فوق، فانا بسيب 5 سنتي عشان تشطيب الزونت هيبقى بطريقه نظيفه. هنا برضك ايه الجهه التانية بخيطها، عشان كده انا سرعت لكم الجزء ده، بخيطها برضك نفس الوضع بونت، بس على شيمة صغيرة، بس بسيب برضك بتاع 5 سنتي لفوق، وبخيطها لتحت زي ما انتوا شايفين كده. هاجي هنا بقى خلصت الأمام، خلصنا الأمام اهو، وبعد كده بنيجي نعمل ايه، نحط الخلف على الأمام أو الأمام على الخلف، ونعمل الكتاف بتاعتنا خالص. طبعا الكتاف عريضة، احنا زي ما احنا شايفين عشان احنا مزودين 5 سنتي، عشان محدش يقول لي هي عريضة قوي كده ليه، لأن الشميزات دي يعني أو النوع ده بيبقى كاجوال يعني ان انتي بتبقى الحاجة واسعة، وفي نفس الوقت الكتف ساقط شوية، وده بيفيدنا على فكرة في الكتف في الساقط، ان انا بقلل من طول الكم، لربما القماش ايه ما يقضيش. انا هنا حاره الرقبه الخلفيه بقسمها، بعملها دبوس، عشان لحين لما اخلص اللي انا بعمله ده اللي هو الزونت، بعمل الشفه الاولانيه اللي هي بتنيها كده بسجفها، واروح عشان اركبها. انا دلوقتي بشوف الخيط لونه ايه، عشان انا كنت مستغربه اللون الخيط الاورنج اللي انا عاملاه على اللون ده، بس الحمد لله مش باين. بتنيه كده، ولازم ده عشان يبقى في الوش باين لازم يكون الخياطة على مسافة واحدة، وتانية الزونت ده تبقى مسافة كلها واحدة، يعني ما تكونش تانية رفيعة وتانية تخينة، والخياطة جاية على الحرف، لازم ما تكونش يبقى عرجة وعرجة كده. تمام. احنا كده اهو خلاص اهو قربنا نخلصه، وهقول لكم ازاي المفروض اهو الشفه اللي هي في الزونت اللي باينه اللي هي خياطه دي المفروض تثبت من قبل ما اركبها يا جماعه. تمام. فانتي انا بقولك النقط اللي انا ممكن تعدي عليا بس انا بعرف الحقها، انتي لا ما تعديش عليكي كمبتدئة، او يعني ممكن تروح على بالك، وانا بنصحك فيها. بصي بقى فايدة ال5 سنتي اللي انا سبتهم فولي، انا عشان انا اتني كده المرد على الزونت، وانا في الطرف بتاعه لما باجي ايه الزقه واخيطه، بتديني تشطيب في الاخر حلو. زائد ان انا بحط الخط الخياطة بتاعت الزونت على خط دبوس اللي انا عاملاه في الرقبة الخلفية، عشان المسافات تبقى كلها متساوية. وطبعا عشان كده بقولك لازم تقيسي وسع الزونت من عند الرقبة هو على قد وسع حردة الرقبة الأمامية والخلفية، عشان ما يكونش في حاجة عندك زايدة وتيجي تفكي والكلام ده. وده الناحية التانية اهو بتنيها كده، بتنيها بظبط كده واتنيها عشان اللي هو المرد، يعني بتنيها على الزنط عشان يديني تشطيب حلو. هتشوفوه دلوقتي بعد ما اخيطها شكلها عامل ايه الناحيتين، وهي كمان متعلقة وانا في اخر الفيديو وانا معلقة الشميز على المانيكان. بصي بقى الخطوة دي اللي انا عملتها اهي، دي المفروض دي جاية متأخرة شوية، يعني هي لازم تتعمل بس جاية متأخرة اهو، بثبتها وبتدي شكل حلو اوي، شكل جمالي للزنط. الشكل بيبقى حلو بره ومن جوه، بصوا بيبقى شكلها حلو متثبته. دلوقتي بقى باجي اعمل ايه، اجي بقى اتني الجزء اللي هو البرسون اللي هو من المرد من جوه، بفك حته صغيره من الطرف بتاعي اللي انا مخيطاه مع الزونت، واروح اتنيها وتديها شكل حلو. عشان هي ممكن على فكره النوع من الشميزات ده ممكن على فكره تلبسيه مفتوح تحت منه بادي او تحت منه شميز، وتلبسيه تحت منه قصدي بادي او تيشيرت، وتسيبيه مفتوح زي ما وريتكم الصوره في اول الفيديو. وهو زي ما انتم شايفين كده التشطيب برضو بيبقى عليه عامل مهم جدا. تمام. احنا كده قربنا نخلص ان احنا اهو الفيديو، ودلوقتي بنركب كم. انا بعمل معاكم الحاجه المجوز بعملها مره واحده بس، يعني الكمين بعمل كم واحد، والجنبين بقفل جنب واحد، وبعد كده ايه يبقى مع نفسي انا بعمل. المهم اوريكم الطريقه ازاي، واللي ينطبق على جنب ينطبق برضك على الجنبين مع بعض. تمام.
زي ما قلت لكم في اول فيديو، ان شاء الله الفتره الجايه ادعوا لي بس ان شاء الله ان في فيديوهات مختلفه عن التفصيل خالص، بس يعني كام فيديو كده ان شاء الله، وهنرجع تاني للفيديوهات بتاعتنا بتاعت التفصيل ان شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله، وربنا يكتبها لكل الناس باذن الله. برضو هتتفاجئوا بالفيديوهات ان شاء الله. انا هنا بقفل الجنب بتاع الكمام بس برضو مسافه عشان الاسوره لما اجي اركبها والفتحه بتاعت الكم، وبخيط اقفل الجنب خالص كله. يعتبر كده ايه الشميز قرب يخلص، يا دوب بس ان انا هركب الجيوب اللي هي اللي فوق، وبرضك عشان هعملها الكاروهات على الساده، زي ما هعمل الجيوب دي اهي اللي انا قصيتها قدامكم. انا بعمل لها شفه حته شريطه كده وبطبقها عليها، بطبقها 2 وبخيطها على جزء المايل ده عشان هتديله شكل حلو وجمالي. حبيتها تعملها هي تركبها صاحبته، حبيت ما حبيتش يبقى ايه. عشان كده انا مثبتاها بدبابيس بس مش مخيطاها زي الجيوب اللي انا عاملاها فوق بالمنظر ده. وادي الجيوب دي الاساور اهي، حتة على قد طول 25 سنتي او 30 سنتي لو هي ايديها مليانة شوية، على العرض بتاع الاسورة زي ما انت عايزة، 5 10 2 سنتي يعني براحتك خالص. بديها كده كم كسرة تبقى على قد عشان تبقى على قد الاسوره. وفي ناس على فكرة بتعمل الاسوره وسعها اكتر من 25 سنتي وما بتعملش كسر خالص. دي برضك ايه ارتياح حسب كل اللي هيلبس. ادي الكسره اهي، وادي تجيبها حته مربعه وانا بتنيها من على الحروف كلها، واجيب اهو القلاب اللي عليه. عايزه تعمليها بسمبوكسه زي دي كده، عاوزه تعمليها مربعه براحتك خالص. بقفلها وبخيطها، وعندي ما بخيطها لازم الزاويه الصغيره يا جماعه لازم تتقص. الزاويه الصغيره اللي بتتخيط دي دلوقتي دي تتخص طبعا تتقص. طبعا انا الحته المربعه دي انا اللي هي القلاب بسيبها متنيه مش مفتوحه، وبعد كده وانا بخيطها اروح فتحيها زي ما انتوا شفتوا. انا اهو القلاب اهو يعني بديله شيمه من بره. على فكره الشيم اللي من بره دي سواء في الجيوب او في الزنط او في منطلون بتدي شكل جميل جدا اكنها زي الجاهزه بالظبط. يعني انا بصراحه يعني بص الشكل ازاي عامل، بس المهم تظبطي ايديكي في المسافه بتاعه الشيمه دي. انا بعمل الاتنين اهو واحطهم، المهم يكون محدده على الشميز. هي على مسافة من عند أول الكتف فوق على مسافة 20 سنتي أو 25 سنتي، ما بتزيدش عن كده. وتحطي تثبتي كده الأول المسافات بدبوس، تثبتيها بدبابيس، وبعد كده تروحي مثبتاها برضك بخياطة عشان ما تتزحزحش منك. وبرضك الخطوة التانية للأمانة هقول لكم إن الجيوب دي المفروض بتتعمل من قبل ما أحط، بشبك خالص الامام في الخلف والكلام ده. عشان ايه؟ هوريكم دلوقتي. ده هتتفادوا بصي النعكشه اللي انا فيها، او اللي انا عشان الف القماش الشميز عشان اخيط بتبقى بصي بلف القماش الشميز كله. لا انت بتثبتيه عليه منه هو لسه قماش، يعني بعد ما بتقصيه بتحطي الجيوب الاول وبعد كده ايه تبتدي تعملي الشغل بتاعك خالص. وبرضك ايه طريقه القلاب زي ما انتوا ايه شايفين دلوقتي بتتعمل ازاي. بعد ما خلصت الجيب باجي كده بوسطن بالظبط القلاب. لو في سنتي زياده بخلي السنتي ده نص سنتي يمين ونص سنتي شمال من الجيب، اديه بالظبط يبقى اديه بالظبط، لان المفروض ما يبقاش كبير عنه، على يدوبك حاجه بسيطه ان هي تغطي الجيب اللي هي بتاع نص سنتي او بكتير يعني من كل ناحيه. وبرده كاهي الشيمه اهي بتدي شكل جمالي جدا للشميز. دلوقتي احنا خلاص اهو خلصنا. يا ريت انا طالبه منكم بس ايه الدعاء بالصحه والستر والشفاء لينا ولأمة محمد باذن الله وللناس كلها يا رب، اللهم امين. يديم علينا الصحه والستر باذن الله. ايه رايكم في الشميز اهو؟ اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.